فعندما وصلوا عند الطائرة في المطار، تعرفون الطائرة الأول ما فيها مثل اليوم بطاقة الصعود ولا شيء، لا كشف ويركبون في الطائرة. فكانت الطائرة مزدحمة، فركبوا وركب الشيخ حمد وباللويف كان بجنبه ويفكر انه معه، والشيخ حمد كان نظره ما هو ذاك يعني قليل، نظره يعني خفيف. ركبوا الطائرة، عندما ركب بدأ ينظر وين ظافر، قالوا يجلس الحين، وعندما ترتفع الطائرة بتشوف صاحبك وبتحس. عندما استقلت الطائرة وسمحوا لهم بالتنقل، نظروا لأن صاحبه ما حد. قالوا وين سايق الطائرة؟ ذاك النهار ما يعرفون الطيار، ما يقولون وين الطيار، وين سايق الطائرة؟ قالوا وش تبابه؟ قال قالوا له يرجع عاد الطائرة قريب، أنا ما أنا نازل من الطائرة إلا بخويي. المهم أخذوا معه وأعطوه، وتعرف يقولون هذا بدوي بن نمشيها عليه لما تنزل الطائرة. نزلت الطائرة في مطار تعز، وقال الشيخ حمد لا يمكن ينزل من الطائرة ولا نزل المطار ولا قابل الإمام إلا باللويف. وين وجهي من قبائلي ومن قبائل يام ومن قبائل العالم يوم أني قابل الإمام وخوي ما هو معي. يحاولون يقدمون، وتعرف يعني الشيخ حمد له مكانة اجتماعية عند القبائل وعند الدول. فأبلغ